اديني يا ابن الحب، اديني الحب. احدث يا مليون مسا على الرجاله مشجعي ريال مدريد، اجمعوا هنا علشان احنا هنتكلم عن المرنجي ريال مدريد. نتكلم عن صفقات ريال مدريد وموسم الصيف اللي جامد بالنسبه لريال مدريد بقدوم الونسو وبقدوم شويه صفقات حلوه. بالراحه كده، هات لنا موسم صفقات ريال مدريد ويلا نتكلم. ريال مدريد كان داخل موسم الانتقالات وهو عنده شويه بنود كده لازم يحققها. رقم واحد انه يتعاقد مع مدرب جامد، وده حصل قبل كاس العالم للانديه. رقم اتنين ان هو يدعم خط الدفاع. رقم ثلاثة انه يدعم خط الوسط. رقم أربعة انه يدعم خط الهجوم. كله كان عايز يدعم حضرتك. ريال مدريد اتحرك في الصيف ب 167 مليون يورو ونص. خط الدفاع دعم بالثلاث صفقات السوبر يا حبيبي. اول صفقه داني هاوسن اللي اخيرا بقى عندنا قلب دفاع بيفهم. قلب دفاع الكره حلوه في رجله، مش جاي يحل مشاكل دفاعيه بس كانت عندنا الموسم اللي فات وكانت خرابه حضرتك يعني. لا، الراجل ده جاي يحل مشاكل والكوره معانا. راجل رايق قوي. تاني صفقه معانا الكسندر ارنولد، الباك اليمين اللي جه علشان يعوض رحيل فاسكيز ويكون مساعد لكارفاغال اللي اصاباته ممكن تكون كتير شويه في الفتره الاخيره. ارنولد صفقه مهمه، ريال مدريد جابه من ليفربول ب 10 مليون يورو اتدفعوا عشان يلعب معانا كاس العالم. صفقه عظيمه قوي في خط الدفاع. تعالى هنا بقى كده، عشان ده الباك الشمال النظيف اللي بيلعب كره نظيفه، اللي انت لو مشجع ريال مدريد زيي هتكون مستنيه من زمان قوي لان انت تعبت من ماندي. اكيد عرفت انا بتكلم على مين، على كاريراس مدافع ريال مدريد والباك الشمال لريال مدريد القادم عشان يعوض مندي وعشان يرحمنا من مندي وعشان يقول ريال مدريد بقى عنده باك شمال جامد. الصفقة الرابعة لريال مدريد الجناح اليمين ماستانتولو، الجناح الواعد جدا جدا جدا، اللاعب الارجنتيني اللي جاي من ريفر بليد بقيمة 35 مليون يورو. دعيمة قوية جدا على مستوى الأجنحة لريال مدريد. أنا كمدريدي كنت شايف إن الفريق داخل في الصيف عايز 5 صفقات على الأقل: مدافع، خط وسط، باك يمين، باك شمال، حد في خط الهجوم. الريال نجح إن هو يدعم من دول ب4 صفقات، فهو موسم انتقالات حلو قوي، وتحديدا في ظل وجود ألونسو. أنا هديله 8 من 10. انزل قول لي في الكومنتات تقييمك لموسم ريال مدريد كم من 10.